السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه شي ان. التطبيق ده مساحته 34 ميجا وحمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بشراء الملابس ملابس الحريمي والملابس الرجالي وادوات المنزل وحاجات الاطفال، ملابس الاطفال والاكسسوارات والمجوهرات وحاجات العناية بالبشرة والجمال والصحة، وملابس النوم والفساتين. كل الحاجات دي بتقدر ان انت تلاقيها على التطبيق، وتقدر ان انت تعمل لها اوردر وتجيلك لحد البيت. وكمان تقدر تلاقي عليها حاجات المنزل والحيوانات الأليفة والعطور والساعات والاكسسوارات والمحافظ والنظارات والكاميرات والموبايلات. كل الحاجات دي بتقدر تلاقيه على التطبيق، وتقدر ان انت تشتري، وتقدر ان انت تعمل اوردر بالحاجة اللي تعجبك، وتقدر ان انت تدفع من خلال الفيزا كارد او الماستر كارد، او كمان من خلال تدفع من خلال الباي بيل، او كمان ان انت تدفع على 4 اقساط في نظام عندهم اسمه افتر باي، اللي هو تدفع الحاجة اللي انت اشتريتها بتدفع التمن بتاعها على 4 دفعات او على 4 اقساط. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة العربية واللغة الانجليزية، مفهوش لغات كتيرة. من ضمن برضو المميزات اللي موجودة في التطبيق ده ان انت بتقدر يجيلك اشعارات دايما على التخفيضات اللي بتنزل على الحاجات اللي انت بتبقى عايزها. يعني مثلا لو انت بتدور على ملابس، بتدور على اكسسوارات، بتدور على نظارات، على ساعات، على حاجات زي كده، كل ما بينزل بقى حاجات او عروض او تخفيضات بيجيلك على طول اشعار بيها عشان يقولك الحق اشتري قبل ما العرض يخلص. بس كده ده يعتبر العيوب والمميزات الموجوده في التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق لا تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسيل في كونت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف فيه حاجه مختلفه اكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات سواء الايجابيه او السلبيه. ده علشان لو اي حد تاني شاهد الفيديو بعديه يعرف ان التطبيق تم فيه تحديث واتغير. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتشاهد الفيديو وتحمل التطبيق، وبعد ما تحمله تلاقي في حاجات مختلفه سواء ايجابيه او سلبيه، يقول لك انت ليه مش قايل كل الحاجات. ده علشان انت شاهدت فيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، تلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها على التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. اللي انا قايلها على التطبيق في الفيديو هي اللي موجوده في التطبيق. وبس كده، ده يعتبر التنويه اللي احنا بننوه عليه كل مره. وشكرا، سلام عليكم.